الإنجازات المشجعة على كل الأصعدة، ووفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ننكب اليوم مع السلطات الوصية وبرفقة جميع الفاعلين المعنيين والمختصين على إعداد مرحلة تنموية جديدة للقطاع السككي الوطني، الغاية منها مواصلة وتيرة عصرنته والحفاظ على نجاعته وتوسيع رقعة الشبكة لمواكبة التطورات المرتقبة للتنقلات، وكذا المساهمة بشكل فعال في رفع التحديات المستقبلية تماشيا مع التطلعات المسطرة ضمن النموذج التنموي الجديد، والتي تصاحبها حاجة ملحة لحركية مستدامة. وفي هذا الإطار تندرج مواصلة التنزيل التدريجي للمخطط المديري الطموح، بحيث نواصل إنجاز الدراسات التفصيلية بما في ذلك التركيبة المؤسساتية والمالية الملائمة لمشروع تمديد الخط فائق السرعة إلى غاية مراكش على طول 390 كيلومتر، فبإضافة إلى تقليص جد هام في مدة السفر وللمزايا الجذابة ذات وقع متعدد الجوانب لهذه المنظومة، سيسمح هذا المشروع المهيكل بتوظيف القدرة الاستيعابية المتاحة على الشبكة العادية لتطوير النقل السككي المكثف ماس ترانزيت بعديد من جهات المملكة وفق المعايير الدولية، وذلك من خلال تكييف وتهيئة التجهيزات السككية واقتناء المعدات المتحركة الضرورية لهذا النوع من التنقلات، وهو ما سيجنب المجتمع تحمل تكلفة ضرورية وباهظة لإعداد بنيات تحتية إضافية لمواجهة الطلب المضطرد، وبالتالي الارتكاز على وسيلة ناجعة لدعم الحركية المستدامة. كما تجدر الإشارة أننا ننكب أيضا على إنجاز كل الدراسات المفصلة الضرورية لتشييد خط سككي فائق السرعة لنقل مزدوج المسافر والبضائع على ما طوله 239 كيلومتر بين مراكش وأكادير جنوب المملكة، والتي نؤمن حاليا الرحلات نحوها وفي اتجاه أقاليمنا الجنوبية عن طريق الحافلات بشكل منتظم وفي تناسق مع مواقيت القطارات. وبفضل تمديد هذين الخطين على المحور الأطلنطيكي، ستغطي الشبكة الوطنية فائقة السرعة 5 جهات كبرى بالمملكة تتسم بديناميتها ووزنها الاجتماعي والاقتصادي وكثافة تنقلاتها اليومية، كما تبين ذلك كل المؤشرات. وعليه فمن شأن تمديد الربط فائق السرعة إلى غاية مدينة أكادير أن يحدث تحولا جذريا في الوصل بين شمال وجنوب المملكة بفضل المزايا الكبيرة التي توفرها هذه التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال لا الحصر، ستستغرق الرحلة بين طنجة ومراكش 3 ساعات فقط، ولن تتعدى حوالي ساعة واحدة بين مراكش وأكادير. إنها طفرة نوعية واعدة نصب من خلالها لجعل السكك الحديدية العمود الفقري للتنقل المستدام كأداة فعالة لمواكبة التطور المستمر لحاجيات التنقلات اليومية للمواطنين، ودعم المخططات الاستراتيجية القطاعية المتعلقة